السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض مسقعه ظريفه. يلا نشوف مع بعض ايه هي المكونات. دي بتنجانه كبيره، انا قطعتها مكعبات بالشكل ده عشان تبقى سهل علينا في الاكل. عايزه تقشريها ممكن تقشريها، بس طبعا الفايده بتبقى عاليه جدا في القشر. وادي قرنين فلفل رومي وقرنين فلفل حامي، وادي بطاطستين. البطاطين برضو انا قطعتهم مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. وادي دول 4 طماطميات انا ضربتهم بالشكل ده. تمام كده، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. وادي دلوقتي انا قليت البتنجان والفلفل، شايفين اللي هو ما تقلوهوش قوي لحد ما يسود منك، اللي هو يا دوبك ياخد بس لون. وادي الفلفل انا شلت البذور وقطعته بالشكل ده، وكمان بشيل الورقه اللي هي الخارجيه دي. تمام كده عشان يبقى في الاكل حلو جدا ومرتاح. شايفين اللي هو تقطعيه بالشكل ده وتشيلي البذرة الكبيرة اللي في النص بالشكل ده. تمام كده، يلا بينا بقى نعمل الطشه. وادي اهو حضرنا معلقه سمنه تسيحيها، وبعدين تحطي معلقه ثوم. هتقولوا لي معلقه سمنه في المسقعه؟ هقولك دي حاجه اللي هو بتبقى جربيها، هتطلع طعمها احلى من الزيت بكتير، هتلاقي المسقعه بتاعتك طعمها جميله. لو طبعا عايزه تحطي زيت حطي زيت عادي مفيش مشكله، بس دي بتدي تيست حلوه قوي في المسقعه بمعلقه السمنه. ادي اهو احنا بنحط الثوم والسمنه، نحط معلقه كزبره ناشفه، وكأن بنعمل طشه ملوخيه. الريحه مش عايزه اقول لكم تحفه. نحمرها بسيط كده يدوبك تلون، وننزل بالصلصه بتاعتنا. وادي التومه اهي لونت، ننزل بقى بالصلصه بتاعتنا، ونحط معلقه ملح بشطه بكمون. ادي معلقه ونص معلقه صغيره من السبع بهارات، ونص معلقه ملح. وطبعا لو بتحبوا الشطه قوي وبيحبوها مشطشطه ممكن تحطي شطه. وادي الصلصه اهي معايا يا دوبك بس تغير اللون، اللي هي تغلي بس غلوه، وبعدين ننزل بالبطاطس. وادي اهي طالما غلت معايا هنزل بالبطاطس. ادي البطاطس نقلبها ونقفل عليها شويه لحد ما البطاطس معانا تستوي. وادي البطاطس اهي قبل ما تستوي للاخر، اللي هي لسه بتقرش معايا بس هي استوت يعني بتتقسم. هننزل بيه البتنجان والفلفل بتاعنا اهو. طبعا ان انت تحطيه على مناديل المطبخ، عشان خاطر لازم اللي انت تنشفيه من الزيت، عشان الزيت ما يعومش على وش المسقعه. وادي هنقلبها سوا نديها غلوه وبعدين نقفل عليها. وادي المسقعه اهي بعد ما خلصت، شايفين يعني حاجه ما شاء الله، ريحه وطعم تحفه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.